اللحظه اللي غتبقى راسخه في الذهن ديالي. نشكر جميع المتدخلين وجميع الحاضرين اللي حضروا معنا اليوم. 4 سنوات مرت كلمح البصر، بالنظر الظرفيه الصعبه اللي جينا فيها لهذا الاقليم العزيز. ظرفيه اللي تبعتها مجموعه من المراحل، بدايه بالوباء التاجي كوفيد 19 موراها فتره ديال الانتخابات، مجموعه ديال الاوراش وعلى راسها الورش الملكي ديال اللي الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله نصره الله، ديال السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. الحمد لله بالتعاون مع جميع المكونات ديال القبيلتين، ديال القبليين وديال يتعبوا، حاولنا اننا نعطيو اقصى كل ما في وسعنا لارضاء الساكنه، باش نكونوا قراب من الساكنه ونخدموها وفق سميتو المفهوم الجديد للسلطه. ما غاديش نقدر نقيم العمل ديالي انا لان كاين اللي مكلف بتقييم العمل، ولكن مجرد نسمعوا شهادات بحال الشهادات ديال المتدخلين، شهادات اعتز بها واضعها وساما على صدري، وما سقيناش بهذه البلاد، ولكن هذه هي سنه السيرفيس. كنشكركم من صميم القلب على المقام الطيب اللي دوزتو وسطهم. مقام كان طيب ومع ناس طيبين اللي ما عمرني حسيت وسطهم انني براني. انا قلبي مقسوم على جوج، نص قبلي ونص عبدي. كيما ما سقيتوش بيا يعني ما غنسقاش بكم، وغتبقى الذكرى ديالكم. وانا كما قلت صحيح ان بنادم غادي يوجدها قربنا شويه للاهل، ولكن كتبقى ديك الغصه وداك الالم ديال ان بنادم طرق موراه واحد العائله. قلتها وانا عاودها، واحد العائله اخوه لم تلدهم لامي. يشهد الله انه ما عمرني حاولت نتعامل مع شي واحد على اساس ديال السلطه بالمفهوم القديم ديالها، لان السيرفيس دايز، ولكن انا لو ماناجمون ديالي، طريقه التسيير ديالي كنعتمد فيها بالاساس على العلاقات الانسانيه، والحمد لله ربطنا علاقات انسانيه طيبه مع مختلف شرائح المجتمع. وشكرا، كنطلبوا المسامحه.